الافلام اللي مزيانه والافلام اللي ما مزياناش، لانه شخصيا لا اعرف ان التلفزيون المغربي كيقدم شي حاجه مزيانه اطلاقا ولا واحد. واتحدى انه شي واحد يثبت لي انه فيلم يدوز في التلفزيون المغربي ما فيه شيء قلة لحيه. مع الاسف من اول برامجها الى اخرها ما كاين غير قلة لحيه. ولذلك وجود هذه المصيبه بيننا يسقط الحياء بين الاب وابنته وبين الاخ واخته، وانتشر لذلك زنا المحارم. من هنا جاء زنا المحارم، انه لا يحصل جرائم واللي يتبع سوق الاخبار يعرف هذا بين الاخ والاخت في المنزل الواحد بسبب قلة الحياء اللي سقطت في وسط الاسره. لما كيجلس الاب قدام بناته يتفرج فعلا في الافلام الخليعه الساقطه، كيولي الابناء ديالهم القيمه ديال باهم وديال امهم كتسقط من عينيه، ثم كيولي المثال الاعلى هو البطل ديال الفيلم. افلام مكسيكيه تبدوز في التلفزه المغربيه كتعطي قيمه للزنا، يعني ان فتاه ولدت ابنا بالزنا. الفيلم القصه يعني هذه فلسفه تربويه، فلسفه تربويه كيمجدوا هذه الفتاه. وحتى بناتنا كيوليو يتمناو يولدوا ابناء بالزنا، ومن بعد الولاده عاد كيتبناهم باهم من الزنا. هذا فساد خطير ادى اليه هذا الارتماء في احضان الفكر النصراني الاوروبي مع الاسف الشديد. الامر الاخر اللي هو سبب من الاسباب ايضا، وهو ان الانسان اليوم في المجتمع ديالنا استسهل الفاحشه. ولات شي حاجه يعني عاديه، ولات الجريمه ديال الزنا كيسمعها زعما بحال لا يعني شي واحد غلط شي غلط بسيط الى اعتبروا غلط. ما بقاش عندنا الزنا جريمه كبيره من الكبائر الكبرى، وهو ما تكلمت عنه في الخطبه السابقه. يعني الزنا خصنا نعاودوا نتخلعوا منه، شدك الرجفه منه لما تسمعوا ولما تسمع به بغى يهدد الاسره ديالك، باغي يقرب للزوجه ديالك، او باغي يقرب للبنت ديالك، او باغي يقرب ليك انت، او باغي يقرب للولد ديالك. ومن الاخطاء القاتله اننا كنخافوا على البنت وما كنخافوش على الولد. هذا غلط. على الولد من اللي يزني يعني الحد والعقوبه اللي كيستحق اقل الشرع من العقوبه اللي تستحق البنت، لا، عقوبه واحده. العقوبه اللي يعاقب الله تعالى الزاني هي نفسها بلا زياده ولا نقصان العقوبه اللي يعاقب بها الزانيه. ولذلك كما تسقط الفتاه في الزنا فانها تسقط بمقدار ما يسقط الفتى، قد هاويه واحده. وكما تفقد الفتاه بكارتها يفقد الفتى عفافه الى يوم القيامه. فرق كبير بين واحد تناول الفاكهه الطيبه من باب الحرام لاول مره في حياته، وواحد عمره ما تناولها حتى تناولها من باب الإذن الإلهي الرباني. فرق كبير، لا يستويان إلا أن يتوب الله عز وجل. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى زيادة تربية للفتاة أكثر من الفتى. من الناحية التربوية صحيح البنت تحتاج تربية أكثر من الفتى، ماشي لأنه الجريمة مختلفة من عندها لعنده، احنا تكلمنا على هذا الكلام، جريمة واحدة، ولكن لأن الفتاة يسهل التغرير بها، سهل تخدع. لأنه كاين واحد المشكل موضوعي طبيعي، وهو أن الولد لما كيكون عنده الفلوس وباغي يتزوج أو حتى ما عندوش الفلوس، من الناحية النفسية كيكون أقل اضطرابا من الفتاة غير المتزوجة. هذا واضح. علاش؟ لأنه أنت لما كتبغي تتزوج كرجل كتوقت الوقت ديالك، أنت كتختار الوقت ديالك وتختار الظروف المناسبة ديالك وتمشي تطرق خاطبا في الوقت اللي تبغي. أما هي راه جالسة في الدار حتى يجي، يعلم الله فوقاش غادي يجي وشكون اللي غادي يجي ومتى وكيف. فإذا حالة الترقب الموجودة عند الفتاة كتأثر عليها نفسيا أكثر مما كتأثر الفتاة. ولذلك قلت يسهل التغرير والإيقاع بالفتاة، سهل الإنسان يخدع الفتاة لأنه عندها حالة ترقب، حالة انتظار. فلذلك الأب والأم كذلك خصو يراعي هذه النفسية في التربية ديال البنت ديالو. راه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حكيم الحكماء كان يتحدث بلسان النبوة حينما ضمن الجنة وسلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة.
ضمن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة للي ربى شي بنيات وكبرهم على الطاعة والعفاف والتقوى والصلاح تتزوج. ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وما قالش هذا الكلام اللي ربى الذكورة، لأنه التربية ديال الذكورة ما فيهاش مشكل كبير من هذه الناحية النفسية، أقول من الناحية النفسية، كما هو المشكل الكبير في تربية الفتاة وتثقيفها بالثقافة الإيمانية وتحصينها بالدين التحصين. النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الجنة لهؤلاء الذين يربون فتيات بسبب ما يعانيه الأبوان من مراعاة نفسية وتكييف لهذا الوجدان الأنثوي اللطيف حتى يستقيم، وحتى لا يكون سهلا لأن يستجيب للرياح الفاسدة الضالة المضلة. وذلك حديث النبي أقول عليه الصلاة والسلام: من ابتلي، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء، من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن. غادي نوقفوا على هذه العبارة العجيبة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، عبارة عجيبة فعلا لا تصدر إلا من مشكاة النبوة. من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. والحديث في البخاري وفي مسلم متفق عليه، فهو من القوة بمكان، يعني أن وجود الفتاة في المنزل كما هو كرم من الله عز وجل، وكما هو خير وبركة ونور، فكذلك هو ابتلاء. علاش ابتلاء؟ لأن سهل الأب يغلط في التربية ديال البنت، وعادة وغالبا كيغلطوا الآباء في التربية ديال البنت، لأنه البنت ماشي التربية ديالها هي العصا وهي العنف. العنف سيفجر طاقاتها الشريرة وغدير رد الفعل وتخرج لك من الجنب. ربيها بالحكمة، باللطافة، بالحنان، بالرحمة، ولا بعبارة واحدة هي عبارة النبي صلى الله عليه وسلم: بالإحسان. ومعروف أن الإحسان هو أرفع منازل العبادة. الإحسان قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحسن إليهن. هذه اللي قلت أنا العبارة صادرة من مشكاة النبوة، ماشي غير فرباهن، فأحسن من الإحسان. احسن البنت ديالك إحسانا، راعي النفسية ديالها، ربيها بالتي هي أحسن، حاول تكون لها قدوة إلى الخير، ما تحاولش تغلط وهي تشوف فيك. ماشي معناته أنه يمكن لك تغلط وهي ما تشوفش فيك، لا، حضرص في جميع الأحوال، ولكن خاصة أمام بناتك ما تغلطش، رد بال، ما تكذبش عليهم، ما تنزلش لمستوى الساقط وتشوف انت الافلام الخليعه قدامهم، فحتى ابتلك الله بشي مصيبه استرس، خبع راسك، ما يشوفوكش بناتك، لان نهار يشوفوك فلست محسنا في تربيتهم. فاحسن اليهن حتى طلعوا كرياحين الجنه، بتعبير اخر لحديث النبوي الشريف صحيح ايضا: كرياحين الجنه. فحينئذ سيكون لك سترا من النار. وهذه فعلا منزلة رافعة وعالية جدا، لأنه كلمة جوج حنا كنتقلقوا، شوف بنتك دارت هكذا كتهزعتها وتضرب باش ما لقيت، هذا غلط. خاصك تكسب البنت ديالك بالقدوة، تكون أب لها وتكوني أم لها، لأن معنى الأب راه معنى شريف عظيم، ومعنى الأم أيضا معنى شريف عظيم. والمشكلة اللي كتوقع أن كثيرا من الأحيان البنات اللي كنلقاو عندهم انحراف عاشوا حالة ديال فقدان الأبوة. كاين لب ولكن ما كاينش في الحقيقة، ما كاينش بالرحمة ديالو بالإحسان ديالو. كاين الأم وما كايناش في الحقيقة، ما كايناش بالرحمة ديالها والإحسان ديالها والود ديالها والعطف ديالها والمثالية ديالها. غلط كبير أنك أنت تصلي وبنياتك من يكونوا صغار كمولداتك كتخليهم مهملين، كتقول مازالين صغار، بلاتي عليهم، تخليهم يشطحوا ويردحوا باقيين صغار، ثم كتكون الشخصية ديالهم، ثم كيصغر فيهم الانحراف. المجتمع صعيب وخايب، فعلى الأقل البيت ديالك حصنوا لعل الله عز وجل أن يخرج من صلبك من يكون لك سببا في دخول الجنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى، مع تحيات